السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. ونقول قبل اي حاجة اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة وكومنت منكم بجد بيسعدني. دلوقتي هنعمل ايه؟ جبت المشمش بقى ده اللي هو روحه مفيش كده، بيقعد اسبوع ولا اتنين وبيمشي. الكميه اللي انا وريتها لكم الاول دي كميه مثلا مقام 2 كيلو مثلا. شلت منهم كده البذره اللي من جوه وفصصته كده، وطبعا لازم نغسله حلو ونشوفه كويس جدا عشان لا قدر الله لو في اي حاجه زي دود او حاجه بايظه ايا كان ناخد بالنا منها. تمام. وجبت الكميه ديت برضو 2 كيلو. برضو هغسلهم كده حلو جدا وهفصصهم كده على طول. ولازم طبعا اديهم شطفة بعد ما اقسمهم كده وافصصهم. لازم اديهم شطفة تحت المية. طب قولولي هنعمل بيهم ايه؟ هنعمل بيهم حاجة حلوة جدا. هعمل بيهم عصير مشمش دوت بقى. بجيبه كده اول ما بشم كده ان المشمش نزل بجيبه كده وبفصصه، واروح جايبه كميه ازيد من دي كمان. ممكن اجيب كمان اكتر من دي كده علشان خاطر بشيله لرمضان. بنعمل بيه ايه بقى؟ بيعمل بيه عارفين القمر الدين؟ هو ده. بجيب بقى كده وبعمله كده على النار واخليه زي القمر الدين كده، واحطه كده في رمضان ان عشنا كده ويدينا العمر لرمضان الجاي كده. وما تخافوش بيقعد وبيعيش كده في الفريزر، وبيبقى حلو جدا كده على كوباية الخشاف. بيبقى حلو قوي. جربوه وبجد طريقة حلوة جدا ومش هتندموا. بس اهم حاجة واهم من ده كله تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. آه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رسول الله. اهم حاجة ان انا اخد بالي كده وعناية على كل واحدة وانا بفتحها كده، علشان لا قدر الله لو في حاجة بايظة. وتقريبا كده ان كان فعلا كان في حاجة بايظة. بس انا بقى مش هطول عليكم الفيديو، هروح على طول اغسله بقى تحت المية واخلصه كده وهرجع لكم اكيد تاني. خلصت بقى الكمية دي. واهم برضو طبعا من ان انا اجيب المشمش لازم يكون بلدي. يعني هو مش لازم، بس يستحسن ان هو يكون بلدي علشان خاطر البلدي بيبقى احلى فعلا. بتجيبي كده مشمشات صغيرة وتبقي عارفة ان دي بلدي. كل ما تبقى صغيرة معاكي كل ما يبقى حلو. دلوقتي هو سعره بصراحة كان 40 و30. فأنا جايبة ده بقى كده النهاردة ب25. فسعره كده يعني معقول. عشان ده بيختفي كده في ثواني. يعني أنا خايف ان هو كده بيختفي في ثواني. فلو مشي أجرك الله. أنا بصراحة ما بحبش القمر الدين المغلف بتاع المحلات ده خالص يعني. ما بحبوش إطلاقا. فلو ما فيش من ده انا بصراحة ما بشربش خشاف. فبجد بيبقى كده بيبقى حلو جدا مع الخشاف. بتحسي كده ان هو بيروي كده على المعدة. فغسلته حلو جدا طبعا بعد ما خلصت. وهروح بقى على البوتاجاز واحطه كده. سخنت الحلة بتاعتي كده. هحط بقى حبة حبة علشان اكيد الطبق اللي انا حاطه فيه دوت فيه مية. فانا مش عايزاه بالمية خالص. انا عايزة اصفيه خالص من المية. هتقولي لي طب ما انتي ما حطيتوش ليه في مصفى؟ طب ما صفيتوش كويس ليه؟ بصراحة كنت بقى مستعجلة وعايزة اخلص. فقلت بقى جبت كده المقصوصة دي وصفيته كده وهحط على طول في الحلة. وهو بقى اللي هينزل ميته من غير سكر من غير اي حاجة. هو هيبقى زي الفل. تحسوا ان انا رغاية النهاردة. انا هسكت اهو.
بس اهم حاجه برضو ان احنا ننزل نجيبه على طول وجربوه بجد وغلفوه كده من غير اي حاجه، هتشوفوا خطواته معايا. وسهل جدا في استخدامه، يعني في عمايله. فهتشيليه من السنه للسنه مش هيحصل له اي حاجه، وبجد جربيه. واهم حاجه تدعولي، وان شاء الله ان عشنا ويدينا العمر كده ان انا في رمضان باذن الله هوريهولكوا طلع معايا عامل ازاي بقى في كوبايه الخشاف. يدينا العمر كده ان شاء الله. بصوا بقى، هو كده خلاص نزل ميته وما حطيتش عليه ولا نقطة مية زي الفيديو اللي فات بتاع الفراولة. الفراولة الفرق ان انا كنت حطاه عليه سكر علشان كنت بعملها مربى. على فكرة ممكن نعمل برضو مربى المشمش، نحط عليها سكر وتبقى مربى مشمش، لكن انا مش عايزة مربى المشمش لان بصراحة مش بنستلطفها يعني. شفتوا مش بنستلطفها دي؟ ايوه هي دي. فبحب مربى الفراولة اكتر، فدوت ما عملتهاش الصراحة مربى، عملتها عصير القمر الدين اللي هو المشمش. خلصتها وقفلت عليها، ومش هسيبها بالمنظر ده طبعا. من لو انا حطيتها في الكوبايات مع الخشاف ده، ايه ده المنظر ده؟ لا طبعا، انا هضربها في الخلاط علشان تبقى مضروبة حلو كده وتبقى عصير. وفعلا بجد يا سيدي على الجمال. طبعا الكمية دي مش هتكفينا طول شهر رمضان، فاكيد هنجيب تاني يعني. بصوا بقى يا سيدي بجد. طبعا بنحط بقى ساعتها بنزوده مية وبنحط السكر، بيبقى بجد قمر الدين على حق. جربوه ومش هتندموا، واهم حاجة تدعوني دعوة حلوة من قلبكم. انا بقى هسيبه كده يهدى برضو سيكا، وبعد كده اغلفه. يا رب اكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.